السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا، أهلا بالناس زوينين، تحياتي لكم فين ما كنتوا، داخل أرض الوطن أو لا خارج أرض الوطن. كنقول لكم مرحبا والسلاف مرحبا عند أختكم وعند بنتكم. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم واحد الحية زوينة. المهم ما غنلمح لكم حتى حاجة، غنخليكم تكتشفوهم. كنصحكم بالمتابعة من بداية الفيديو إلى آخره. يا ريت يا ريت الناس الطيبة ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، شجعوني، بغيت غير تشجيع فقط، الله يكبر بكم. ومشيو مباشرة نتعرفوا على حية اليوم، وكيف ديما كنتمنى لكم فرجة جد ممتعة. وهنا يا الناس زوينين، هاد الفكره غادي نعاودها للناس الجداد اللي دخلوا معايا، اللي كنقول لهم مرحبا والف مرحبا، والناس القدام ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الناس اللي كينجحش ليهم القزبر والمعدنوس في الفريغو، شحال مره قلت لكم ما عمركم تخلطوا في الطاسه القزبر والمعدنوس، لان القزبر ما كيصبرش، المعدنوس كيصبر عليه. ملي نقردوه هكا من بعد ما نكونوا بيتناه فوق سطح العمل مغطي حتى كينشف تماما ويكون هكا ناشف، بحيث ملي تقرديه وما يلصقش لك في يديك. ملي ديريه هكا ما يلصقلكش في يديك، تعرفيه راه ناشف، ها هو ناشف، ماشي بحال غيكون فازق غير يلصق لك في يدك. تقطعيه وديريه هنا. وصلنا لهاد المرحله هذه باننا غندخلوه للفريغو، وما بغيناش انه بحيث ملي نرجعوا نستعملوه نلقاوه قاصح حجره كتبقاي تدقي فيه بالموس باش يتفرتك ليك، تلقايه بحال هكا كما انزيله. شنو غادي ديري ليك بواحد شي شويه ديال الملحه، سبق لي قلتها لكم، ها هي. وملي تكوني كتنصبي الحاجه ديالك كتراعي بان شويه الملحه راه كاينه هنايا. صافي، ونخلط بحال هكا، نغطي الطاسه ديالي وندخلها للمجمد. ملي تدوز هذيك الساعه هكاك نحس به بانه بدا نوعا ما كيتجمد، نجبد ديك الطاسه ونعاود نحركها غير بحال هكا تحريكه، تشوفي يلاه بدا كيجمد بحال هكا. صافي، وما تبقايش تضغطي عليه، غير هكا خليه هكا مهوي كما كنقولوا، ورجعي غطي عليه وبقى في الثلاجه. غيبقى هكا ما غادي يقصح ما والو، تولي فين ما تجي تجبديه. انا نوريكم واحد ديجا عندي في الفريغو باش تفهموني. ها هو البنات، هذا ها هو عندي في المجمد ياك، هانتوما ها باش تعرفوه جامد. ها شفتوا الغطايه، ها هو فيها الثلج، ولكن ملي كنجي نهزو هانتوما شفتوا مرمل، ما يتلاصقش ليا نهائيا، رغم انه ها هو مربي ثلج، كيبقى مفرز ما كيوليش حجره قاصح. وحيت كتنشفوه وتقطعوه من ناشف راه كيبقى خضر هكا. الا قطعتوه فازك كونوا على يقين ان القزبر والمعدنوس ديالكم في الفريغو غادي يولي كحل، حتى ولو ملي كديروه في المرقه ديالكم كيردها كحله. كنتمنى انني نكون كنفيد بنيتات الصغارات بهاد النصائح، وانت ان شاء الله الكبارات راه هادشي عارفينه بصحتهم وراحتهم. ونمشيو دابا بحول الله وقدرته المعلومه المواليه. وهنا خوتي غادي نقول لكم واحد الحاجه زوينه. كتعرفوا الدجاج اولا بيبي، يعني الديك الرومي نوعا ما، يعني ما عمره ما يوصل للبنه ديال اللحم ياك، ولكن حنا غادي نديروا ليه واحد الحاجه اللي غنديرها لكم، غنقولها لكم وجربوها، ونهار اللي تلاحظوا بنفسكم الفرق رجعوا ردوا لي الخبار. هنا عندي واحد الكيلو ديال الصدر ديال البيبي اللي هو الديك الرومي، وبهذه الطريقه كيف ما ديريها على بيبي ديريها على الدجاج. صافي، عندي هنايا غير الهبره هكا، الناس اللي كيبغيو يديروا قطيبات ولا يديروا هكا مشرمل ولا المهم اللي كتجيبيها. انا مع مدا نوريتها لكم، يلاه زولته من البلاستيكه. شنو غادي ندير ليه؟ غادي نغسلو على جوج طرق، والطريقه الثانيه ولا اخطر هي اللي غادي تخليه لكم البنات كيما درتو ليه غادي يجيكم بنين. يا طحنتوه كفته، يا قطعتوه قطبان، يا اي حاجه. المهم انا غندير الروبيني، غادي نغسلو مزيان، حيد منه هاد تكبات الدم وهاد العروقه هذا مهم، ما نخافش عليكم. ما غنغسلو لا بحامض لا ملحه لا والو، غنغسلو اولا غير بالماء ونرجع معكم لان المفاجاه في الطريقه الثانيه. وهنا رجعت معكم اخوتي، انا باقا ما درت والو من غير انني ديتو غسلته مزيان، يعني غير بالماء فقط، من داكشي اللي كتعرفوه فيه داك العروقه وداك الماده اللزجه وداكشي اللي كيكون فيه. خديت ماء جديد في البانيو. اش غندير فيه؟ غادي ندير واحد نص حامضه قطعتها هكا على شكل مربعات عشوائيا، غنديرها هنا، وانا كنحاول نعصرها هكا كنبريسيها باش الماء يولي عندي شويه محمض ياك. اش غناخذ معلقه ديال الملحه هاي، وغناخذ كذلك شويه ديال السكينجبير، ها هو. نخلط هادشي
وغادي ننزل بالقطع ديالي. انا راه قطعتهم هكا مربعات شويه كبار بحال هكذا، غادي ننزل بهم هنايا كامل ياك. غنخليه مرقد هنا نص ساعه ساعه شحال ما قديتو، خليه مرقد. ملي ترجعيه دوز ديك الساعه وتبغي تجبديه، ملي تزوليه من هاد الماء ما تعاوديش تشليه نهائيا، خليه بهاد اللوغو ديال مملح محمض وفيه سكينجبير. خليه هكا، تهزيه غير هكا، ديريه تاني فشي شبيكه وتخليه حتى كيتسقطر من داك الفائض ديال الماء، وتبداي تقطعيه ديك الساعه مربعات ولا طحنيه ولا ديريه كيما حبيتي. راه كيزيد بنان، كيشرب الملح، كيشرب سكينجبير والحامض، كيجي بنين احسن من انك غير تخلطيه تغسليه عادي وتبداي تستعمليه هكاك كما كنقولوا باس الحاسل. ماشي باس الحاسل، وانما ما تنعيبوش على النعمه ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن كتعرفوا بان قلت لكم الدجاج اولا بيبي راه ما كيكونش يبان فيه الا ما عطرتيش ويجي بنين ان شاء الله. هذا اللي كاين الناس زوينين، انا ما كنبخل عليكم والو، والله القسم والله قسم والله شاهد عليا ما كنبخل عليكم حتى حاجه. المهم هاد الطريقه انا اللي كنركز عليها هو ملي ترجعي تهزيه من هاد الماء ما تعاوديش تشليه بما جديد، خليه بهذا الشيء ديالو وقطعيه وشرمليه ولا طحنيه كفته ولا ديريه اللي حبيتي صافي. غير ما تبخلوش عليا الناس زوينين بلايكاتكم، الله يجزيكم بخير. وكاخر فكره غادي نعطيها الناس اللي كيجربوا او لا. المهم انا دائما حيت دائما تنقول لكم 90% هاد الافكار كنعطيهم المبتدئات، رغم انهم كيجيو سيدات كبار في السن الله يطول عمرهم كيقولوا لي ما تبقيش تقولي مبتدئات، راه حتى حنا كنتعلموا منك. والله الا هذا شرف ليا، ولكن ما عمر العين تعلى على الحاجب. كتبقاو نتوما تبارك الله ما شاء الله، باش نقول لكم تتبقاو مدرسه مهما راه حنا صغار وشي كنعرفوا وشي ما كنعرفوش. المهم كتبغي دير الحوت وكيما دارتو ما كيجيش مقرمل، تيجيها غير لاوي هكاك، ما فيش ديك التقرميله اللي كديريه في فمك وكتحسي بها. من بعد ما كتزوليه من الشرموله اللي تكوني ديجا شرملتيه، كديري ليه الطحين بحال هكا، كتجيبيه الماء في واحد الزلافه، راه ماشي كتخشيه وتخليها. شوفوا كيفاش غادي ندير انا، غير غنغطسها غنزولها في البلاصه وخلي هاد الفائض ديال الماء انه ينزل بحال هكا، وحطيه في المقيله بحال هكا. نعاود معكم واحده اخرى، اولا هكا مثلا شطونه من بعد حتى هي ما نفندها في الطحين، ندير لها هكا ونهزها في البلاصه ونجي هنا ونحط. عرفتوا كيفاش غيجي يا البنات؟ غيجيكم مقرمل واعر واعر واعر، ما غتسخاوش به صافي. ايوا هادشي اللي تسالوني الناس زوينين. ها نتوما ها خليها تسقطر ونحط. والنار دائما الحوت باش يجيكم مقرمل ما تخليوش النار مجهده يتحرق لكم ويبقى داير، يبقى من الداخل يعني ما طايبش وماشي حاضره. لان ملي كتكون الزيت النار عليها حاضره وكتقلي كتسمحي لهاد الحاجه انها كتشرب الزيت صافي. ناس زوينين. والزيت نتوما كتشوفوا معايا هنايا انا راه دايره لي هذيك الفكره اللي كنت قلت لكم ديال النشا في الزيت باش ما تشربش لكم المقليات ديالكم الزيت ولا حتى شي حاجه صافي. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي اللوين ما شاء الله. شوف النار تكون متوسطه. هذه كانت اخر فكره معنا في الفيديو ديال اليوم. نخرج للطبيعه ونختم معاكم. وغادي نقول لكم والله ما سخيت بكم الناس طيبه، ولكن ما عندي ما ندير، ضروري غادي نختم. ولكن ما تخافوش لنا عوده ان شاء الله الى طول ربي العمر في فيديو مقبل ان شاء الله. والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.